السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ عملت لكم طريقه جديده للبتنجان، طريقه تحفه. لا تقولي كنتاكي ولا تقولي بانيه ولا تقولي اي حاجه. حاجه كده لذيذه وطعمها رائع، وحاجه كده جديده كمان. عملتها لكم بطريقه تحفه. هتحبي البتنجان وتعشقيه من الطريقه دي. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجه بقى، انا معايا البتنجان بتاعي غسلته حلو. بتنجان رومي. غسلته حلو كده ونضفته، وبعد كده جبت السكينه قطعته قطع مدوره كده. يعني شرايح مدوره كده، بس تكون سمكها تخين، ما تكونش رفيعه عن كده يا جماعه، يعني نفس السمك ده. عشان تبقى كده تخينه وحلوه كده، ما تبقاش ناشفه معانا واحنا بنحمرها. عملت كل الكميه كده بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي، ونفس التقطيع اهو بالشكل ده. بعد كده بجيب ميه معايا وحطيت فيها معلقه من الملح كبيره، وهنقع البتنجان بتاعي حوالي عن ربع ساعه او نص ساعه بالكتير. هننقعه يعني يشرب بقى كده الميه بالملح كده، عشان يبقى حلو معانا وما يشربش زيت. هحط عليه حاجه تقيله كده بالشكل ده، علشان يغطس كله في قلب الميه، ميبقاش عايم على وش الميه. وهركنه بقى لحد ما اخلص بقيه الخطوات بتاعتي. اول حاجه نزلت ببضايه، ونزلت بنص كوبايه من الدقيق، ونزلت بمعلقه صغيره من البابريكا وكمون وكزبره وفلفل اسود، يعني كل حاجه معلقه صغيره ما عدا الفلفل الاسود نص معلقه صغيره، وملح معلقه صغيره. ونزلت بنص كوبايه من الميه كمان، وخفقت كل ده مع بعضه كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي الخلطه اللي احنا هنحط البتنجان بتاعنا فيها. دي اللي هتخليه بقى تحطه هتخليه بقى في حتة تانية. معايا الفيجيتار اللي هو الكريسبي اللي زي ده الخشن. هنعمل بيه بقى النهاردة الطبقة بتاعتنا. ممكن تستعملي الكورن فليكس اللي هو تطحنيه، بيبقى حلو برضه. او البقسماط. جففت البتنجان بتاعي، انا شلته من الميه ونشفته بالفوطه حلو، من اي ميه خالص واي سوائل. وبعد كده حطيت بقى في الخليط اللي احنا عملناه. وبعد كده بنزل بقى في الفيجيتار بتاعي اللي هو الكريسبي ده، بيخليه يعني طعمه جميل قوي بالشكل ده. عملت كل الطريقة بقى بتاعتي والكمية كلها بنفس الطريقة كده. بحط الأول في الخليط، وبعد كده بحط في الفيجيتار، بيديله طبقة حلوة كده، تبقى مقرمشة وطعمها جميل. بكون مجهزة بقى زيت على النار ساخن، وبنزل بقى بالقطع البتنجان بتاعتي بالشكل ده. ممكن تحطوه، ترصي بقى البتنجان بتاعك في صينية وتدخليه الفرن. بيبقى حلو برضو. بس أنا حبيت اللي أنا أحمره في الزيت، بيبقى حلو. لو انت حابه تحطيه في الفرن عادي بيبقى جميل برضو. جبت الشبكه بتاعتي بقى وبدات اطلع عليه البتنجان بتاعي او البانيه. ما يتسماش بتنجان على فكره، هو زي البانيه او زي القطع اللي هي بتاع الفراخ الجميله المقرمشه دي. والله يا جماعه، تقولي كنتاكي ولا تقولي اي حاجه خالص. طعم لذيذ. وجربوه، اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم. لايك وشير لو عجبك الفيديو.